العمال الكردستاني، كان يتم وصفك ببيت أسرار الحزب. ليش تركت الحزب أو انشقيت عنه؟ ما بعرف هذا الوصف مبالغ فيه أنه بيت أسرار الحزب. لا، أنا شخص مطلع على تجربة هذا الحزب وقارئ أدبياته، وكنت ناشط ضمن تنظيماته قرابة عقدين من الزمن، يعني في مناطق الجزيرة السورية في دمشق بعد انتقالي من الجزيرة إلى دمشق. في منطقة الجزيرة كنت ناشط سياسي تنظيمي، مش ناشط عسكري. لكن في دمشق من 99 2000 2001 يعني صرت أشتغل في الحيز الإعلامي الموازي أو التابع لهذا التنظيم. هذا الحراك يعني على مستويين، على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الإعلامي، خلاني قريب من القيادات، وخاصة في المرحلة الثانية. في مرحلة الإعلام أنت بتعرف أنه الإعلام اللي بيكون قريب من دوائر صنع القرار بشكل أو بآخر، يعني في أي تنظيم. فهذا منحني فرصة التواصل مع القيادات من الصف الثاني، وصولا إلى التواصل مع القيادات في الصف الأول. صيف 2007 كنت في جبال قنديل، وبالتالي التقيت بقيادات الحزب: جميل بايك، مراد كرايلان، دوران كالكان، مصطفى قراسو. في منهم من قتل، يعني مثلا فقد الحياة ساكينة جانسيس، قتلت في باريس 2013. وعلي حيدر قيطان جرى تصفيته، وقيل انه استهدف من مسيرة تركية. طبعا هذا الكلام مش صحيح. طبعا في بدايات العمل في الإعلام المرئي لحزب العمال الكردستاني كان هنا في بلجيكا. طبعا أنا ما كملت لك، كنت ملاحق في سوريا. المخابرات الجوية فرح حرستها داهموا بيتي في ركن الدين. 17 ديسمبر 2008 المخابرات الجوية داهموا بيتي، وتركوا إشعار أنه ينبغي علي أن مراجعة الفرع وكذا، وأنا ما راجعت طبعا. وتواريت عن الأنظار بضعة أشهر، بعدين طلعت على تركيا. بقيت سنة وأكثر من سنة وشوي في تركيا. وقت ذاك كانت العلاقات قوية جدا بين تركيا رجب طيب أردوغان وسوريا بشار الأسد، في اتفاقيات. كان في مجلس تعاون استراتيجي بين النظامين. وفي تركيا كنت التقي بمحامي عبد الله اوجلان كمان، يعني كان بيصير بيناتنا لقاءات. ما انقطعت علاقتي مع حزب العمال الكردستاني في تركيا في فترة 2009 2010. كنت شخص غير مرغوب فيه في تركيا. ليش؟ لأنه صحيفة راديكال التركية وقت ذاك اليسارية، الصحيفة اليسارية ديمقراطية، كانت يعني تمثل تيار يسار الوسط في الإعلام التركي. كانت تنشر لي مقالات ناقدة لحزب العدالة والتنمية، مقالات ناقدة لرجب طيب أردوغان، نقلا عن صحيفة الحياة. ولما صارت الأحداث في سوريا منتصف آذار في سوريا، أنا كنت في إعلام ال- العمال الكردستاني القسم العربي. وقتها كان اسمها قناة روج أو فضائية الروج. طبعا أتتنا تعليمات من جبال قنديل من المسؤول الإعلامي أنه حرضوا الناس على التظاهر ضد نظام بشار الأسد. وأنا وقتها فرحت كثير أنه حزب العمال الكردستاني بالفعل يعني صار يدعم الحراك السلمي ضد بشار الأسد. فتحمس وتشجعت وقلت يعني هرمنا في انتظار هذه اللحظة التاريخية. بين قوسين طبعا المقولة مش ليلي، المقولة للمواطن التونسي. يعني هرمنا. ليش هرمنا؟ لأنه تأييدنا لحزب العمال الكردستاني في سوريا أنه في يوم من الأيام سيطالب بالحقوق الكردية
في سوريا، ومش بس حزب كردي تركي. سيأتي اليوم الذي يطالب به بهذه الحقوق، وقد أتى. مطلع 2011 قد أتى، وانخرطنا في العملية. شهرين ثلاثة بلشت تأتينا التعليمات: لا، هي مش ثورة، هي مؤامرة، ويخرجون من المساجد والقصص. تعليمات من مين؟ من قيادة حزب العمال الكردستاني أتتنا أنه في الإعلام حاولوا تستهدفوا. أنت بتعرف أنه الإعلام مسير، يعني مسيس. تستهدفوا ما يجري، تشككوا في ما يجري في سوريا، أنه ويعني لا تتبنوا خطاب السلطة، لكن اطعنوا في خطاب المعارضة. فهمان يعني؟ تتبنى خطاب السلطة بشكل غير مباشر. لكن فيما بعد عرفنا أنه في نوع من الصفقة، في نوع من التسوية. مقاتلي حزب العمال الكردستاني أتوا من الجبال، وأتى. كان صالح مسلم مش موجود حتى تلك اللحظة. صالح مسلم مش موجود على الأراضي السورية في الشمال السوري. بعدين أتوا. المجيء كان بتسوية مع النظام السوري. النظام السوري يسلمهم تلك المناطق، فقط الشريط الحدودي يحيد الأكراد من على ما جرى. طبعا هذه كانت آه، لعبة النظام ومحترف فيها، يعني النظام السوري السابق. كيف يحيد العلويين، يحيد الأكراد، يحيد الدروز، يحيد المسيحيين، ويبقى الموضوع فقط على السنة. مشان السنة الآن يجوا يتاجروا، وأين كنتم وما بعرف شو من السردية المعروفة، السردية الرسمية الحاكمة حاليا. يعني انقطعت علاقتي مع إعلام حزب العمال الكردستاني، وأنا كنت عضو في المؤتمر الوطني الكردستاني كمان، الواجهة الكرتونية الموجودة في بروكسل، مقرها في بروكسل. قدمت استقالتي من الإعلام ومن المؤسسات السياسية، وصرت يعني صاحب موقف نقدي. مش بس بعدت، لا، بعدت وانتقد. وصرت يعني أرسل مقالات لصحيفة الحياة. الله يطولنا بعمره، يعني الاثنين، حاسب الأمين وحازم صاغية، كانوا بينشروا لي كثير في صحيفة الحياة. يعني لا يمر شهر وإلا يعني بتنزل لي مقالتين ثلاثة، أحيانا 4 مقالات في صحيفة الحياة. بينزلوا لي مقالات رأيي فيه. فصرت أنتقد حزب العمال الكردستاني، ونفسي النقدي يعني، أو نفسي علاقتي مع حزب العمال الكردستاني في الصحافة العربية شوي شوي بتدرج، من التأييد، من الدعم، من المساندة، من المساندة بالكلمة والرأي طبعا. إلى يعني المعارضة. انقلب إلى المعارضة والنقد ودفع الأكلاف يعني. حتى هذه اللحظة الموضوع طبعا يعني موقف سياسي وموقف أيديولوجي. يعني صرت أراجع هذا الحزب، أرجع لأرشيفه، أرجع لأدبياته. أنا قارئ يعني، يعني لكم جيد يعني، ووازن من كتب هذا الحزب لما كنت في سوريا، لما صرت في أوروبا. لكن كانت مسحة الانبهار، سحر الأيديولوجيا كان مسيطر. الأيديولوجيا اليسارية، الأيديولوجيا القومية كانت مسيطرة. بعد أنه أنت تاخذ مسافة من هذا ال... الكيان، هذا التنظيم، مسافة هيك محايدة، وبتصير تراجع حساباتك وتراجع أرشيف الحزب، وبيتبين لك أنه أنت إلى أي درجة كنت مخدوعا. يعني كنت مخدوعا بهذه التجربة التي ظنناها تحررية، وطلعت مش تحررية، رح فيها نجي على هاي النقطة آه تحديدا، على هاي الموضوع. كبيرة. بس نحكي حاليا عن قسد.
هل تعتبر قسد اليوم هي الحامي الفعلي للقضية الكردية، أو هذا الوصف مبالغ فيه نوعا ما؟ لا مبالغ فيه، يعني قسد، آه، أنا ذكرت وأؤكد، يعني قسد آه، مشروع أمريكي. بعد يعني الحرب على داعش تطورت هذه الحرب، وتحت الضغوطات التركية طبعا النواة الصلبة لقسد قوات سوريا الديمقراطية هي ال... الكيانات العسكرية اللي سواها حزب العمال الكردستاني، وحدات حماية المرأة، وحدات حماية الشعب، واي بي جي، والقصص هي هي النواة الصلبة الأساسية الاستراتيجية لقوات سوريا الديمقراطية. وهذه النواة الصلبة يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني. الكتلة العسكرية المهمة الوازنة عن حزب العمال الكردستاني، وحتى يعني منح هذه المنطقة يعني شيء يشبه كردستان العراق. لكن فشلت الولايات المتحدة الأمريكية على زمن الإدارات السابقة. قيادات حزب العمال الكردستاني صرحوا أكثر من مرة أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت يعني تشكيل كيان حكم ذاتي، مش فصل، مش فصل، يعني مش انفصال والقصص لكن كيان خاص بالكرد السوريين. من الذي وقف حجر عثرة؟ حزب العمال الكردستاني. ويتفاخرون، يقولونها بفخر، أنه نحن منعنا. طبعا عندما قيادات حزب العمال الكردستاني تطلق هكذا تصريحات، الهدف منه أنه شوفوا يا تركيا، أنتم تعارضون كيانا كرديا في سوريا، نحن مش بس نعارض، نحن عرقلنا هذا الموضوع. الولايات المتحدة الأمريكية قادرة أن تفرض اندماج قسري على قسد؟ نعم، نعم، الاندماج القسري خلينا نحكي بنشأة قسد، لأن نوصل لموضوع الاندماج حاليا التي يعني هي بموجب الاتفاق المبرم ما بين مظلوم عبدي و... وأبو محمد الجولاني، بين مزدوجين أحمد الشرعي. يعني قسد حاليا، قلتها وأؤكد، يعني جيش بدون دولة لا ينطبق عليه. يعني وفق القانون، وفق القانون متى ينطبق وصف الميليشيا على قسد؟ عندما تكون هنالك دولة مستقرة، دولة آمنة، قيادة مستقرة، قيادة منتخبة، وزارة دفاع مستقرة، وازنة ومحترمة. وقت ذاك أي كيان عسكري خارج نطاق سلطات الدولة يصار إلى وصفه بالميليشيا. لكن قسد من حيث التسليح والتنظيم والعدد هي جيش. لكن سوريا حاليا يعني دولة عضو في الأمم المتحدة، عضو في الجامعة العربية، ولا يعني لا يمكن أن، غير قادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي سوريا. حتى هي دولة هشة ودولة منتقصة، لكن الأنكى من ذلك بدون جيش. قست عندما خلاص يعني فشلت الولايات المتحدة الأمريكية عن فصل قسد من حزب العمال الكردستاني. هل تترك قسد؟ لا. يعني غضت الطرف، الولايات المتحدة الأمريكية غضت الطرف عن وجود حزب العمال الكردستاني داخل قسد. الأتراك حاولوا، الأتراك حاولوا يدرجون قسد على لائحة المنظمات الإرهابية، لكن حتى الآن قسد غير مدرج. ع- والتعامل مع قسد كحليف، يعني نشأة التحالف الدولي المناهض للإرهاب، قسد حليف وشريك أصيل للأمريكيين ولا الأوروبيين يتعاملون مع قسد كميليشيا. أنصار الجولاني من باب التقليل، من باب يعني
انه نحن الدولة ومن هالقصص هي، وهدلون ميليشيا، فلا تستوي الدولة والميليشيا من هذا الباب. لكن عمليا وفعليا وحقيقيا وواقعيا، وزارة دفاع نظام الجولاني حاصل تجميع الميليشيا، وميليشيا في منتهى الرداء، غير منظمة يعني. ميليشيا حميتي يمكن بتشبههم، يعني حميتي اللي الموجود في السودان. الأمريكيين لم يتخلوا عن قسد مع وجود حزب العمال الكردستاني ضمن قسد. الأمريكيين لم يتخلوا عن قسد، ورغم أنه حزب العمال الكردستاني مصنف لدى الأمريكيين على لائحة المنظمات الإرهابية. الأمريكيين في هذه النقطة براغماتيين. إذا اندمجت قسد في الجيش السوري الحالي، هي مصلحة أمريكية بالدرجة الأولى، لأنه الغلبة واليد الطولة ستكون لقسد، لأنه 70 إلى 80 ألف مسلح يعني مدربين ومسلحين بأسلحة أمريكية، فهذا رح يدعم الموقف الأمريكي داخل سوريا. لكن القسد تمانع. لماذا تمانع؟ هذه أسباب أخرى يعني سنناقشها في سياق الدردشة. الأمريكيين يضغطون على قسد، وتركيا تضغط على قسد فيما يتعلق بموضوع الاندماج، وأوجلان يضغط على قسد فيما يتعلق بموضوع الاندماج. حتى أوجلان، حتى زعيم حزب العمال الكردستاني، يضغط على قسد ويتصل معهم بشكل مباشر، بنفس بشكل السياق